بسم الله الرحمن الرحيم. جواب عن سؤال أصبح على كل لسان: هل دول شمال إفريقيا هي في منأى عن انتشار ظاهرة البق وباقي دول العالم؟ نصائح وإرشادات في هذا الفيديو لكل مشاهدينا الكرام. Les punaises de lit, les images se propagent sur les réseaux sociaux. Cela crée une forme de panique à un tel point que cela a provoqué la réaction des autorités. Il est notamment prévu d'agir dans les transports, mais le problème est plus complexe. هذه حشرة فقط تنمو تحت بعض الظروف. هي لا تنقل إلا عبر الثياب اللي فيها عرق الإنسان، الثياب التي لا تغسل ويكون العرق مازال فيها، لأن هذه تشم رائحة عرق الإنسان وتتكاثر بعرق الإنسان وبثاني أكسيد الكربون. هذا ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من أنف الإنسان. فهذه هي الظروف التي دائما تكون في غرفة النوم. لماذا؟ لأن غرفة النوم ليس فيها أكسجين بكثرة، فيها ثاني أكسيد الكربون لأن ينام فيها الناس، وفيها دائما عرق، يعني عرق في الثياب وعرق الإنسان. طبعا ربما الغطاء يكون فيه عرق، ربما هذه الثياب التي ينام فيها الناس يكون فيها عرق. هي يعني تتكاثر بعرق الإنسان، هي تتغذى على عرق الإنسان وعلى ثاني أكسيد الكربون، وهي ممكن أن تبقى بدون تغذية لمدة 6 أشهر. هي ممكن لا تتغذى 6 أشهر. هذه الحشرة هذه، يعني هذا البقية لا تنقل أمراض، لكنها تؤرق الجلد، يعني حساسية الجلد. وربما بعض الأشخاص مع الآن المناعة منخفضة فربما ترتفع الحرارة عند الأطفال يعني على الخصوص. فيعني هذه حشرة نمت في ظروف معينة، ربما بعض الفنادق، ربما بعض الأمكنة التي كانت فيها أفرشة قديمة أو شيء، تكاثرت بشكل رهيب. لماذا؟ لأن الأمريكيين، نحن على علم بهذه المشاكل، نحن على علم، نحن نطلع على المنشورات وعلى الأبحاث العلمية. الأمريكيين في 2011 كانوا درسوا هذه الحشرة لأنهم لاحظوا بأنها بدأت تتكاثر بسرعة، فوجدوا بأنها هذه بأن كاين هناك ميوتيشن، كاين هناك طفرات يعني تتغير وراثيا، ويعني أصبحت بعض الأنواع تتكاثر بقوة. كندا كذلك نفس الشيء، وكان هناك تجارب كذلك حول المشكل الذي ظهر في القطن المغير وراثيا. هي هذه الحشرة القطن المغير وراثيا، هذا يساعد على نموها بسرعة، يعني أكثر بكثير من السرعة العادية. هي تنمو على القطن المغير وراثيا، وهذا يساعد على نموها. وكان الهند هي الآن فيها قطن مغير وراثيا. هذا القطن هو الذي ينتج فيه البيتي، الباسيلوس تورانجينسيس. هذه الباءات هي يعني مبيدات طبيعية، مبيدات مغيرة وراثيا وليس طبيعية. وهذا القطن يعني الذي يعني غيروه وراثيا لكي ينتجوا فيه الباءات هو الذي جعل هذا المشكل. هذا البق لا ينتقل لوحده، ليس له أجنحة. البق لا ينتقل في ثياب الناس. شخص يجلس يأخذ واحدة أو اثنين معه، يكون عنده عرق في ثيابه، لما يزيل الثياب يبقى هذه البق يتكاثر في الثياب. أو لما يكون ضيف عند شخص، أو يكون يعني يدخل على الإدارة أو يدخل أي مكان عمومي، فالناس تنتقل عبر الثياب وعبر الناس وعبر الأفرشة وعبر الأغطية وعبر حتى شنطات النساء، ويعني جميع الأشياء التي ممكن هذه الحشرة هذه ممكن تلصق فيها وممكن يعني تكون فيها. تنمو في مكان دافئ، وتنمو على هذو الثياب وجميع الملابس والثياب التي قبل التصبين، التي لا زالت لم تغسل، لأن يكون فيها عرق، يكون فيها بعض الأوساخ الطفيفة عليهم. لا أظن أن هناك أوساخ كثيرة في باريس، لكن العرق نعم، عرق وبعض الأوساخ الطفيفة تكون في الثياب. تتكاثر هذه الحشرة فقط. لكن ستنتقل إلى بلجيكا، وستنتقل إلى إسبانيا، وستنتقل إلى كل البلدان الأوروبية. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يحصروها، لأن تنتقل مع الناس. ستنتقل إلى المغرب وإلى الجزائر وإلى تونس، لأن كاين هذو إخواننا دائما كيسافروا من المغرب لفرنسا ومن الجزائر لفرنسا، من فرنسا لهذه البلدان ستصل لهذه البلدان. لبنان كذلك. يعني هذه البلدان يعني يكفي أي مصيبة، أي كارثة، أي خطر ممكن أن تقع في أي وقت بالدقيقة بالضبط. نحن لا ندري غدا صباحا ماذا سيقع. فيعني الناس ما يبقوش نائمين في هذه البلدان، عباد الله، ما يبقوش النوم في هذه البلدان. يعني كفايه يعني من هؤلاء هاد المسيرين ديال الشأن الوطني، يعني مسيرين الحكومة، مسير الشأن الوطني. يعني هاد الناس هادو لا زالوا يناقشون القمامات في المدن. عندنا مصائب أكثر اللي كتهدد البلدان الآن، لأن العالم كله عنده أسرار إلا بلداننا ليس لديها أسرار.
الآن الحشرات يعني الحشرات التي ممكن أن يتحاربوا بأسلحة، وليس حشرات، كل أنواع الحشرات الآن يعني جاهزة، يطلقوها على شي بلد يفنيوها. لديهم جميع، حتى الغازات كاين أنواع الغازات الآن يطلقوا غاز في السماء ديال شي بلاد يخنقوها. فيعني هذه المسائل هذه نبقى هكذا مع الجهل، مع الدراري في اليوتيوب يتناولون نكات وكأنه شيء عادي. هذا أمر عظيم لهذه البلدان، يجب أن تنتبه وأن تبدأ. عباد الله، نبدأ متأخرين أحسن ما نبدأوش. نبدأ متأخرين أحسن بكثير من أن لا نعمل أي شيء. نحن متأخرون جدا، ولكن نبدأ من غد. ليس الأمر بأيدينا، أنا أتكلم فقط. لكن لا يمكن هذه البلدان هذه تبقى عندها حكومات هكذا لا تفكر في هذه المسألة هذه. لا يعقل ولا يعقل، لا يعقل. أول شيء يجب أن تناقشه الحكومة هي أمن البلاد من جميع المصائب، من الأمراض، من الجوع، من الحشرات، من الأشياء اللي ممكن يعني جميع الأشياء، من الزلازل، من الفيضانات، من السماء، يعني جميع الأشياء تدرس. ولدينا باحثين ولدينا عليين، ممكن هذه المسائل يعني نعملوها أحسن من الأمريكيين، ولكن الإرادة السياسية والناس اللي بري الشأن الوطني ليسوا في هذا العالم، ليسوا في هذا العالم. صافي كيكملوا حملة انتخابية وكيبداو حملة انتخابية، هذا هو شغلهم. كيكملوا حملة انتخابية، كيريحوا هاد العامين حتى كيردوا دوك الفليسات، ومن بعد كيبداو حملة أخرى. يعني كيديروا الحملة الانتخابية وكيبداو الحملة الانتخابية المقبلة، كيديروا الحملة الانتخابية المقبلة، ويبقاو يتعاقبوا على الكراسي والبلاد هكذا، ماشي هكذا. والله نتمنى إن شاء الله، نتمنى هذه البلدان هذه تشد طريق، تاخذ طريق التكنولوجيا وطريق التقدم وطريق يعني تكون شوية قوية، لأن راه مازال ما شاد الطريق. والله يعني نحن نتقطع، يعني كنموتوا داخليا، كنتعذبوا مع هذه المسائل. حتى حنا بغينا بلداننا تتقدم وتكون قوية وتتحدى العالم. لما لا؟ عندنا باحثين، عندنا كل شيء، لماذا لا نكون أحسن منهم؟ والله أنا كضرني قلبي على هذا العالم والبلدان العربية كلها، ولا بلد واحد، لا حتى البلدان البترول اللي عندها المال، ولا بلد واحد فكر في هذه المسائل هذه. ماذا ينقصنا؟ أشنو؟ يعني عندنا الطائرة، مستحيل نصنعوا طائرة، نصنعوا أحسن من طائرة. تركيا أصبح بلد تكنولوجي، شخص واحد غير تركيا كلها. هذا نجم الدين أربكان شخص واحد غيرها. ماليزيا مهاتير شخص واحد غير ماليزيا. يكفي يكون واحد صالح يعني تكون البادرة ثم يجمع الناس وكل شيء راه موجود. تركيا لولا نجم الدين أربكان ما كانت تكون بلد تكنولوجي الآن. حتى الطائرات المسيرة صنعها وعندها سلاح لا تقول ماذا لديها. ماليزيا كذلك، مهاتير ردها بلد تكنولوجي غادة تفوت الصين. ونحن نائمون، هذو غير